السلام عليكم خوتي. اليوم نشرح لكم الفير فاليو جاب ديريكت بالساهل تاع من الاخر ما نديرلكوش بزاف وقت معكم. فير فاليو جاب عندك تشوف اللان هادي ضابطه كما كتشوف فيها هادي نقولوا لها بيرش لان تصب بيرش فير فاليو جاب هنا واش راح تصب هنا راح تصب بولش فير فاليو جاب. فير فاليو جاب عندك شت هادي لهنا اللي يسموها حنا نسموها الويك. آم، الوسط ما بيناتهم كاينه جاب. هذا الجاب هي اللي اسمها فير فاليو جاب. دير كيما هكا ويت كيما هكا لهنا دوكا ولات عندك بيرش فير فاليو جاب. الجهة العكس عندك bullish في الvalue gap. أنا في الvalue gap واش الفايدة تاعها؟ هنا عندك الماركت مثلا، راهو هابط، يهبط بعد يبدا يعاود يطلع بصح واش يطلع هذه تاع ريتريسمنت برك تصحيحية كما حنا نقولوا، بعد يحب يعاود يهبط. هذا طلعها يطلع في شي البلايص اللي راح يحبس فيهم، راح يهولديوه شغل ما يخليوهش يكمل يطلع. عندك الفير فاليو جاب نسبة كبيرة، واش تلقاه يدير عندها؟ يا يحبس هنا ويعاود يهبط، يا يدخل للداخل يعاود يهبط، بصح لا فاتها ودار كندل غلق كيما هكا كندل وفاتها وكامل، هذه عندك نسبة كبيرة حيت يطلع الفوق. وإذا زعما قال هنا عندك ماركس كان طالع كيما هكا من بعد بدا يهبط، بعد ولا يطلع هنا وطلع all the way هنا، دار لك كندل واحدة أخرى هنايا غلق هنا، لا غلق هنا أعرف بلي ماركت ستراكشر شيفت صرات وراح يكمل يطلع للفوق مش راح يعاود يهبط. عندك نفس الشيء هنا في البولش كاب، عندك الماركت يطلع بعد يعاود يهبط، كي يعاود يهبط يا يقيس غير هنا ويكمل يطلع، يا يدخل ثاني شوية ويكمل يعاود يطلع، ولا يدخل هنا ويغلق بكندل. هنا عندك نسبة كبيرة يكمل يهبط، ولا زاد تغلق لك بكندل تحتها ودير لك ستراكشر شيفت هنايا، عارف بلي راح يكمل يهبط لتحت دوكا. هذا ما كان مش كاين فيه في الفاليو كاب. مع لي فيديوهات الجايين راح تزيدو تفهموهم مليح ومليح. اذا كاين كشما سؤال ولا كش عايزين تعرفوا خلونا في لي كومونتير وراح نجاوبوكم.